في تطور مؤسف لحالة المريض هشام، أعلنت زوجته السيدة خديجة الصديقي أن حالته الصحية قد تدهورت بشكل ملحوظ، حيث أصبح غير قادر على الحركة ومقعد تماما بعد أن تفاقم مرض السرطان الذي يعاني منه منذ فترة طويلة. في رسالة مليئة بالمشاعر المؤثرة نشرتها عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت خديجة عن التحديات اليومية التي يواجهها زوجها في معركته المستمرة ضد هذا المرض القاسي. وأعربت خديجة عن شكرها وامتنانها الكبير لجميع من قدموا لها الدعم والمساندة خلال هذه الفترة العصيبة، مشيرة إلى أن رسائل التعاطف والاهتمام التي تلقتها من الأصدقاء والمتابعين قد كانت بمثابة سند معنوي كبير لها ولعائلتها. وقالت أن هشام ورغم حالته الصحية المتدهورة يظهر صبرا وقوة إيمان لا تصدق، حيث يواجه المرض بإرادة حديدية وعزيمة لا تلين، على الرغم من أن التحديات التي يواجهها باتت تفوق التوقعات. وأوضحت خديجة في رسالتها أن هشام يخضع حاليا لعلاج مكثف ومستمر، إلا أن النتائج لم تكن مبشرة، حيث لم يظهر أي تحسن في حالته الصحية حتى الآن. وأشارت إلى أن الأطباء قد أوضحوا أن الوضع الصحي لهشام حرج للغاية، مما جعله مقعدا وغير قادر على الحركة، وهو ما زاد من تعقيد وضعه النفسي والجسدي. على الرغم من هذه الظروف القاسية، أكدت خديجة أنها لا تفارقه أبدا، وأنها تبقى إلى جانبه ليل نهار، داعمة له بكل ما أوتيت من قوة وحب. وفي ختام رسالتها المؤثرة دعت خديجة جميع المحبين والمتابعين إلى مواصلة الدعاء لهشام، سائلة الله أن يمنحه القوة والصبر لتجاوز هذه المحنة الصعبة. كما عبرت عن شكرها العميق للملك محمد السادس نصره الله على دعمه المتواصل لعائلتها، متمنية أن يحفظه الله ويبارك في صحته. هذه التطورات الأخيرة تضيف مزيدا من القلق والحزن على حالة هشام الذي يواجه الآن أصعب مراحل رحلته مع المرض، حيث بات الوضع يتطلب دعما أكبر من المحيطين به سواء على المستوى المعنوي أو الطبي. حالة هشام هي تذكير مؤلم بقسوة مرض السرطان وتأثيره المدمر على حياة المرضى وعائلاتهم، مما يجعل الدعاء والأمل هما السلاحين الرئيسيين في مواجهة هذا العدو الصامت.